ازاي نجتاز ازماتنا، وازاي نحاول ان احنا نخرج منها اتليست سالمين، يعني ما يبقاش في اي مشاكل نفسيه. هحاول اودي الموضوع مع الدكتوره هناء شمس لكده. والفقره الثانيه هتكون مع الدكتوره رضوى السعيد، اخصائيه الطب النفسي، وهنتكلم عن العلاج النفسي عن طريق الفنون، وهتكلمنا فيه في مواضيع كويسه قوي، يا ريت تتابعونا. بس هنبتدي فقرتنا الاولى مع الدكتوره هناء شمس. اهلا بحضرتك معانا. دايما حلقات حضرتك انا ببقى سعيده بيها جدا، وبحس في كل حلقه ان انا فيا حاجه اتغيرت بجد. انا بكلمك بمنتهى الامانه. مبسوطه قوي ان انا اسمع كده، عشان انا بحب قوي اشتغل معاكي. ربنا يخليكي، ميرسي. انا بيبقى عندي مشكله، تبقى مشكله كبيره بالنسبه لي، ممكن احكيها لحد يقول لي لا هي دي مش مشكله، تجاوزيها وعديها وكده، وانا مش قادره. ازاي انا اقيم مشكلتي بنفسي واديها الدرجه المظبوطه بتاعتها، وكمان اتجاوزها ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا، ولما بقول احنا وعندنا يعني بتكلم على طرق العلاج الغير تقليديه. فانا بتكلم على الطب الغير تقليدي، اللي هو مش الطب الغربي اللي احنا متعودين عليه، لانه في اداره الازمات بالنسبه للطب الغربي المريض بيلجا للطبيب النفسي اللي ممكن يديله حبايه مهدئه او حبايه منومه لو كانت الازمه اللي هو بيعدي فيها بتؤدي ان هو ما بيعرفش ينام وهكذا. احنا بنفكر بطريقه مختلفه. اول حاجه بنقول ان الناس مختلفه، فلو كانوا مثلا تحت ازمه معينه مجموعه من الاشخاص عندهم ارق ما بيناموش بالليل، مش معقول ان دواء واحد منوم ينفعهم. كل واحد عنده ارقه، في ارقي وارقك وارقه، كل واحد طريقته مختلفه. ليه؟ لان احنا جوانا سر جميل كده، سر الهي اسمه الطاقه الحيه، اللي هي لما بنتكلم عنها بالبلدي بنسميها المناعه. بس المناعه مش بس في مواجهه الميكروبات، هي الطاقه الحيه اللي بتحدد انا قد ايه بتجاوب او بتفاعل مع الامور الحياتيه قدامي. ازاي حد بيعدي في نفس المشكله وقع على اتنين، ازاي حد بيعدي في الحكايه دي بطريقه اقصر واسهل وتلاقيه كده قادر ان هو يعدي فيها، وحد ممكن ان هو يمرض او يتعب او يكسل او يجيله اكتئاب او يقعد في بيتهم ما يتحركش. وتعالي نمسك ازمه بلدنا اللي احنا فيها اليومين دول. في ناس شايفه ان الموضوع قاتم جدا واسود جدا، وفي ناس قادره تتفاعل وتمشي وتتفائل وتحس ان بكره احسن واكيد في حل وهكذا. فاذا اللي بيحدد تفاعلي مع ازمه معينه هو انا. عشان اعرف يعني ايه الكلام ده لازم اعرف ان انا طاقتي الحيه دي عباره عن 4 طاقات. الجسماني بتاعي، جسمي العاطفي، عندنا 4 اجسام ب4 طاقات. الجسماني اللي هو اللي انا شايفاه، ففي اداره اي ازمه او اذا وقعت عليا اي ازمه هيبقى اسهل لي ان انا اعدي فيها، واسهل لي ان انا اعديها او تعدي عليا خفيفه اذا انا اهتميت بالجسماني، بالطاقه الجسمانيه. افرد ظهري، ابتسم حتى لو ما فيش ابتسامه. بقول للناس وريني اسنانك، بعد شويه هتتعود تبتسم. استحمى ارجوك. على فكره استحمى ارجوك. معلش بس انا عايزه اقول حاجه برضو في الحته دي. لا عنوان كوميدي، معلش هو عنوان كوميدي بس هو حقيقة. برضو هو حقيقه بس هو برضو له وجه اخر. صحيح. علشان ابقى عادله انا بقول لناس كتير من الناس التي تنتمي الى الطبقه المدلله المرفهه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها من فضله العظيم. ناس كتير منها ما بيستحموش، وفي الشتاء تقولي بستحمى مره في الاسبوع، ودي حاجه تكسف. لكن ما نقدرش ننكر ان جموع الشعب العظيم الجميل، احلى شعب في الارض ده، ناس كتير قوي عشان تستحمى بتطلع تقف في طابور قدام حمام بيتشاركوا فيه مجموعه من الاسر، او بتطلع تاخد كوز في التلج ده او جردل الميه عشان في حنفيه مش واصل لها ميه. فاحنا برضو نبقى طيبين ورحمة مع الناس شويه. فهقول للناس اللي تحت الظروف دي وفي البرد القارس ده، بس انا متاكده ان ربنا بيدي يعني البرد ومعاه يدي الغطاء والدفء. هم 24 قيراط متقسمين على كل واحد. انا ما بصدقش في ده، انا بصدق ان خزائنه مملوءه لا تنفذ وما بيعدش علينا،
وتقدري تاخدي اكتر من ال 24 بس تدفعي. كل ما دفعتي حمد كل ما اخدتي، كل ما اخدتي كتير كل ما اصبحتي مكلفه ومستخلفه وستسالي عملتي في اللي اخدتيه ده ايه. انما كلمه 24 قيراط وهم بس بتخلي الناس تتخاذل. ارجوكم لا تتخاذلوا، خزائنه مملوءه لا تنفذ، والخير كتير وما بيعدش علينا، بس كل ما تاخدي لازم ادي. هتحمدي ازاي؟ صحيح. اوكي، فدي لعبه حلوه قوي قوي موجوده في ديننا وفي جميع الاديانات السماويه. العطاء مفتاح للخير، العطاء مفتاح للقوه، العطاء مفتاح. بس تعالي نعرف ازاي الحاجات دي كلها بتحصل. انا اتعلمت الكلام ده في البوذيه لما بسبب شغلي، ولقيت ان هو متطابق مع الاسلام، وبعد كده كل ما بقابل حد له نفس اهتماماتي في اي ديانه اخرى كلنا بنتكلم نفس الكلام. فاهتم بجسماني ونرجع لاستحمى ارجوك. نظف بيتك لو سمحت، افرد ظهرك، امشي عشان تحرك الدورة الدموية، اشرب مية عشان الدورة الدموية دي محتاجة مية ومشي عشان عضلات تزق الدم وحجم يبقى يتواجد به الدم في الجسم. خلي هندامك، على فكرة ملوش علاقة بالحاجة غالية أو حاجة مش غالية، خليك مهندم، ألوانك متناسقة، ده بيحسن من طاقتي الجسمانية. اتنفس، لأن الناس كلها بتنفس لغاية هنا بس، املى رئتك هوا. الناس اللي عندها أزمة، احنا بنقول في الطب الغير تقليدي ان اللي عنده أزمة ده يعني لا يثق في ان هو يحصل على الكافي، سواء بقى من الحب او من الاهتمام او من الفلوس او انما شعور الأزمة ده ان القفص الصدري ده يقفل كده وما يبقاش بيفتح معايا عشان اتنفس، هو شعور داخلي بان ليس هناك ما يكفي. فلما بيجي لي مريض أزمة اول حاجة بناقشها معاه هي الحكاية دي. هل انت عندك اقتناع انك انت تحصل على الكافي من الحب او من الاهتمام او من الخير او من، هل يعني انت مش شايف حواليك؟ اهم حاجه ان هو يبقى شايف حواليه ايه اللي بيحصل. اهم حاجه ان انا اختار اشوف ايه. الجمال في عين الرائي، والاناء ينضح بما فيه. فلو انا تبنيت فكره ان انا بدور على الحاجه الحلوه، ازمتي هتعدي اسرع. العاطفي، معلش، لا دكتوره هناء لازم اوقف حضرتك في دي. اتفضلي. انا مش ممكن اشوف الحاجه الوحشه حلوه. يعني حضرتك مثلا انا بديكي مثال، مثلا حضرتك اتكلمتي على الازمات اللي في البلد والى اخره. مش ممكن ان انا انزل في الشارع وان انا مش عارفه امشي مترين بعربيتي واقول الحياه جميله والله المرور حلو. مثلا انا بديكي موافقه، بس على فكره لما بنسافر بره بنشوف برضو ازمات مروريه بتوقف بالساعات. مش 20 في البيك اللي هو بيبقى فعلا خروج موظفين بتاع. مثلا انا بدي حضرتك مش ممكن ان انا ابقى شايفه زباله في كل حته واقول الله ده الدنيا حلوه وما بقاش واقعيه. انا اسفه طبعا انا مش بعارض كلامك، لا ولكن عارضين لكن دي حقيقه. عارضين. مش على فكره هم صحابي بيقولوا لي كده، مش ممكن ان انا بختار اعيش شويه، اخلق البالونه بتاعتي، الوهم بتاعي. طيب ما هو المرور سيء والناس تعبانه حتى ماديا، وعشان اي حد يوصل اي مكان بياخد له ساعتين سواء راكب عربيه او على رجليه. هو ده الواقع. والزباله في الشوارع وما اعرفش ما بنلمهاش ليه، ومش عارفه ليه ما بنعملش مشروع لتدوير الزباله نكسب منه ملايين ومليانه زي البلاد التانيه. اوكي، وفي 50,000 سؤال، وفي ناس صوتها عالي من الناحيتين بتقول كلام الواحد مش عايز يسمعه. اوكي، طيب احنا موجودين في الواقع ده، خليني اتجاوز ده. اعمل ايه بقى؟ خليني اتجاوز. اديني حل. طب اعمل ايه؟ طب يعني والله اكتب واكئب واكشر يا دكتوره هناء؟ هو حد عايز يجيب التعاسه لنفسه؟ بالظبط. انا عايزه اتفائل، خليني اتفائل. ما هو بالظبط بقى انا مع كل ده. ده ايه؟ تعالي نقسم كده زي طريقتنا حتى في التشخيص، بنقسم في 4. احنا قلنا الطاقه الجسمانيه، الطاقه العاطفيه، الطاقه العقليه، والطاقه الروحانيه. اللي بيحصل حواليا ده، الزباله اللي في الشارع والناس اللي صوتها عالي بكلام انا مش عايزه اسمعه من الفريقين. ارجوكم خليكم موضوعيين واتقوا الله. اتقي الله يجعل لك مخرجا. اتقوا ربنا فينا بقى في الكلام الغريب اللي انتوا بتقولوه ده من الناحيتين. طيب ده جسماني، والزباله جسماني، والمرور الواقف جسماني، يعني طاقه جسمانيه فيزيكال ملموسه، بتنهار، اشياء واقعيه ملموسه. طب يا اما ان انا في الجسم العاطفي بقى بتاعي، انا في طاقتي العاطفيه اكره نفسي وعيشتي وبلدي وادور على هجره وباسبور وامشي ابدا اعدالكم مش رايحه حته.
طيب بموت في مصر. احنا ما أقدرش. الفسفور هنتكلم عنه بس بعد ما ناخد حاضر. عشان تليفون حاضر. اكيد جاي لحضرتك. استاذ مدحت، الو. ايوه يا فندم. اهلا دكتور مدحت. دكتور اهلا بيك يا ست الكل. استاذ مدحت، دكتوره هناء مع حضرتك. مدحت، ايوه. انا شايف الدكتوره متفائله جدا يعني، وبتنظر للدنيا بنظره ورديه. انا لو نزلت الشارع بشوف البؤس والفقر والشحاتين والزحمه والمرور، البلد بايظه يا فندم. بتبص برؤيه ورديه والعالم بتموت في الشوارع. يعني انا عايزك تبقي واقعيه اكتر لو سمحتي، يعني شوفي انزلي للواقع. طيب وبعدين انظري للناس. يعني انا ما بعترضش على كلامك، انا بس اعترض يا فندم، مش بزعل، مش بزعل، اعترض. الحمد لله. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. يعني انا شخصيا مقيم في الخارج، واخده بالي. لما جيت في اجازه شفت البلاوي والانهيار اللي موجود في البلد. دلوقتي الدكتوره بتكلمني ان انا احب اشوف اللي انا عايز اشوفه. انا مش شايف حاجه حلوه عشان ابتدي اشوفها يا فندم. انا كل اللي شايفه ليه هو حضرتك لما جيت لقيت النيل عزل شالوه؟ يا فندم النيل مش موجود اصلا، انت تقدري تشوفيه. لا انا بشوف. تشوفيه سعادتك. انا ما هو ده اختيار بقى يا فندم، ده اختيار. ما بقدرش اشوفه الا من فوق الكوبري. طب ده اختيار، ده اختيار. على فكره هقول يعني جوه الميه عشان اشوفه. لا خالص، لا خالص، في اماكن لسه الكورنيش موجود فيها. طيب انا مفيش كورنيش. كورنيش ايه اللي موجود؟ طب انا هرد على حضرتك عشان خايفه قوي الوقت يخلص من غير ما نقول. اتفضلي يا فندم. انا خايفه الناس بس تفتكر ان انا بقول هنعيش في الوهم. انا بقولش ان احنا هنعيش في الوهم، انا هقول ان انا هعمل الواجب بتاعي، والواجب بتاعي بيقول ان انا لابد اتفائل. لانه دلوقتي مش احنا كلنا او معظم الناس عارفه ان في كتاب صغير كده طلع من كام سنه اسمه ذا سيكريت. ده سيكريت. احنا هنقفل التليفون يا استاذ مدحت وهنتكلم مع الدكتور هناء. طيب ميرسي يا فندم. عايزه اتكلم بسرعه عشان نلحق نقول للناس حاجه يستفيدوا منها. طيب دلوقتي احنا سمعنا عن الكتاب اللي هو طلع من كام سنه ده اللي اسمه ذا سيكريت اللي كسر الدنيا. طبعا. اللي قال لك ايه؟ ان هو انت اللي بتفكر فيه تقدر تخلقه او تفعله او تخليه يحصل. صحيح. وناس كتير قوي من الناس المتدينين قال لك استغفر الله العظيم، وطبعا الكلام ده مش حقيقي لانه موجود عندنا في الدين، والكلام ده فعلا اقصد اقول مش حقيقي، استغفر الله العظيم، والكلام ده موجود عندنا عشان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ادعوني، والناس بتوع اللغه العربيه فاهميني على طول انه الامر وجواب الامر، ادعوني استجب لكم. ربنا سبحانه وتعالى جواب الامر ملزم وحط على نفسه الالزام، يبقى لو دعيتني هستجيب لك. فرجع قال لك طب وهتعمل ايه بقى لو كان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير؟ هتعمل ايه لو كان اللي انت دعيت بيه ده عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم؟ صحيح. او تفاءلوا الخير تجدوه. لانك لما تدعي بحاجه هتحصل. صحيح. وهي دي الفكره اللي كتبوا عليها في قوانين الطاقه وكتب الطاقه، قانون الجذب الاول وقانون مش عارفه ايه، ان الواحد يقدر يشد لحياته اللي هو عايزه من الامور، وده موجود في ديننا، موجود. عشان كده المؤمن ما بيدعيش، بيستخير وبيطلب من ربنا ان هو لو كان فيه الخير ييسره. وانا مش بحب الحكايه دي، انا بقول يا رب يسره واجعل فيه الخير. ففي الاربع اجسام اللي احنا كنا بنتكلم عليهم ونحاول ان احنا ندي الناس فكره متكامله عشان ما حدش يقول ان احنا بنعيش في الوهم. الجزء الواقع بتاعي اللي هو طاقه جسمانيه ملموسه مش عاجبني، عاطفيا ممكن اكتئب واقعد في بيتنا وانام واكشر ويبقاش عندي جواه امل واخاف من بكره. والخوف هو سيد المشاعر السالبه. لو خفت يبقى هبقى طماعه لان مفيش كفايه، فهخاف، فهبقى كل حاجه بفكر في نفسي الاول. لو خفت هبقى انانيه، لو خفت هبقى جبانه، هطلع اجري من اي حاجه تواجهني. شوفي قد ايه الخوف سيد المشاعر السالبه. لو خفت هغير منك لحسن تبقي احسن مني وتاخدي مكاني. لو خفت مش هشتغل لاني مهما اشتغل مفيش فايده. يبقى الحل ان انا في جسمي العاطفي بدل ما احط خوف احط شجاعه. الحل ان في جسمي الروحاني وطاقتي الروحانيه احط امل. ايوه ربنا قال كده، ادعوني استجب لكم، وفي كل الديانات قال كده. يا رب اجبرنا جبرا يليق بمقامك. بس ازاي؟ من غير جسم عقلي؟ ازاي ممكن اشتغل وانا جسم العقلي بتاعي واقع؟ والناس اللي بتطلع بكل القرارات الخاطئه دي طالعه منها ليه؟ لان الخوف هو سيد المشاعر السالبه. كلهم خايفين، خايفين على كراسيهم، خايفين لحسن فلوسهم تنقص. شوفي قد ايه الخوف بيدمر الحياه. مع ان لو شلتي الخوف بقى وحطيتي بداله شجاعه. القلب فيه 7 طبقات،
واذا وصل القلب، ده طب صيني، واذا وصل القلب الى حاله الاتزان